لو سألت أي حد وهو صغير نفسك تركب عربية إيه؟ هيقولك نفسي أركب عربية جيب. لما بنكبر شوية الحلم بيتطور، زي ما إحنا بنكبر الحلم بيكبر. تقول له تركب إيه؟ يقولك أركب جيب شروكي. كبرنا كتير ودلوقتي هنجرب جيب جراند شروكي 2025. بص بقى صح، لما تيجي سيره الاس يو في المتينه اللي ليها تاريخ واسم، اول حاجه بتيجي في بالك مين؟ بالظبط كده، جيب جراند شروكي. العربيه دي من زمان وهي علامه للناس اللي بتدور على حجم متوسط وشكل كلاسيكي، بس تخيل بقى لما في نفس الوقت يبقى فيها الفخامه والشياكه والاناقه، حاجه تخليها تنافس اي عربيه اوروبي غاليه، والعربيه الاوروبي تستخبى منها وتتكسر. مش بس كده، ده جيب يعني لازم تبقى قد المسؤولية في الطرق الوعرة، الطرق الصعبة والخشنة والرملية. هو ده اللي الناس متعودة عليه منها. حوالي 3 سنين كده جيب نزلت جيل جديد من الجراند شروكي، غيروا فيها كل حاجة، عملوا قاعدة عجلات جديدة، حاجة جديدة خالص، وكمان زودوا موديل ب3 صفوف كراسي علشان تناسب العائلات بشكل أكبر، وكمان عملوا كذا نوع موتور علشان اللي معاه قرش واللي معاه قرشين كله يلاقي اللي يناسبه. والنهاردة العربية اللي معانا دي جيب بس آخر دلع الحقيقة، النسخة ب3 صفوف، ودي أعلى فئة في العربية، اسمها سوميت ريزيرف، فخامة وتكنولوجيا حاجة من الآخر. في نفس الوقت الفخامة دي والأناقة دي في عربية مريحة جدا لدرجة انك تركبها كل يوم وما تحسش بأي تعب. والسؤال اللي بيدور في دماغك دلوقتي، لو انا بدور على اس يو في تكون مريحة على الاسفلت والطرق العادية وفي نفس الوقت قوية وجامدة لما اطلع بيها على الرملة ولا حتة مكسرة، يا ترى الجيب جراند شروكي هتقدر تعمل المعادلة دي؟ هتعمل الصح اللي انا عايزه؟ تعال بينا نكمل ونشوف الحكاية فيها ايه. العربية محافظة على الشكل والستايل العام بتاع جيب، العربية الامريكي اللي بعضلات، ولكن التطور هو في الانسيابية الزيادة اللي أضيفت للعربية، خلتها أكثر انسيابية وشياكة وأناقة. ما زالت عندها العضلات الأمريكية المشهورة لكن بانسيابية وشياكة أكتر. ويمكن طول عمرها العربية الجيب لأنها جيب وعربية أوف رود وبتطلع الصحراء، فكانت العربية من جوه طف والبلاستيكات فيها كتير والأشكال فيها مش أحلى حاجة. لكن دلوقتي الوضع اتغير تماما وده المنظر من جوه. هنا بقى جيب عملت شغل عالي بجد. الجيل الجديد من جراند شروكي بقى فخم بزيادة حبتين، بالذات الفئه اللي معانا دي اللي هي السوميت ريزيرف. اول ما تفتح الباب هتحس كانك داخل على عربيه حاجه في منتهى الفخامه، عندك جلد طري على الطابلو والابواب، تطعيمات خشبيه حقيقيه، تطريز شكله غالي، الكراسي اللي قدام فيها تبريد وتسخين وكهرباء طبعا، والتطريز بتاعها في منتهى الشياكه الحقيقه. كمان عندك شاشه عدادات ديجيتال مقاس 10.25 بوصه، وشاشه لمس في النص مقاس 10 بوصه او 10.1 عشان نبقى الدقه يعني. فيها نظام تشغيل اليو كونكت 5 اسرع واحسن من اي نظام قديم، في شويه لاج بسيطه بس زي الفل يعني. بتدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وكمان في شاشه ثالثه قدام الراكب اللي جنب السواق يقدر يشغل منها الميديا او يشوف الجي بي اس من غير ما السواق يتشتت. عندك اضاءه جوه العربيه متغيره الالوان LED كده، حاجه RGB، حاجه عظيمه بصراحه. ونظام صوت ماكلينتوش ب 19 سماعه، الصوت حقيقي جميل قوي اكنك في حفله مزيكا. والتكييف هنا 4 مناطق، كل اللي قاعدين يقدروا يتكيفوا وينبسطوا الحقيقه يعني. بالمناسبه التكييف بتاعها ثلاجه حتى في ظروف درجه الحراره العاليه اللي احنا كنا ماشيين فيها. نيجي للمساحه ورا، حتى لو اللي قدام طويل قوي واللي ورا طويل قوي هيقعدوا مستريحين، هيلاقوا مساحه رجلين وراس بشكل محترم. والكراسي كمان فيها تسخين وتبريد، وفي ستاير جانبيه بتطلع يدوي، وفتحات تكييف، ويو اس بي سي، وماوس ليزر. لا مفيش ماوس ليزر، لا مؤاخذه معلش انفعل. في المجمل الجيب جراند شروكي الجديده عامله شغل عالي قوي، فيها رفاهيه وتكنولوجيا ومساحه، وفي نفس الوقت محافظه على شخصيتها القويه الجميله، شخصيه جيب. والتكنولوجيا الجديده بقى اضيفت في كل مكان في السياره، من الحساسات اللي موجوده في كل مكان للكاميرات اللي بتراقب 360 داخل السياره وخارج السياره. كمان أضيف للسيارة فخامة وشياكة في مسألة السقف البانوراما اللي بيفتح بالكامل، كاشف إزاز معمول له مخفي أو فاميه علشان
يحجب أشعة الشمس. مش هكدب عليكم، هو بيحمي في حدود 30-40% من أشعة الشمس، لكن لما تكون درجة الحرارة بره 45 أكيد أشعة الشمس هتدخل حرارة، لكن بيعوض الحرارة دي التكييف القوي جدا، التلاجة اللي موجود جوه العربية. العربية زي ما احنا شايفين شاشات في كل مكان. في شاشة أمامية adjustable، يعني انت تقدر تظبط فيها الشكل اللي انت عاوزه او الانفورميشن اللي انت عايزها تظهر، سواء كانت الخريطة او الدرايف اسيست اللي بيحافظ على تواجدك في قلب الحارة اللي انت ماشي فيها، ويديك تحذير لو كنت ماشي غلط او خرجت بره الحارة، وده نوع من انواع الامان. عندك الشاشه الاماميه اللي مقارنه بعربيات كتير من الصيني مثلا، او حتى مقارنه بتسلا، ولو ان مفيش وجه للمقارنه ما بين حاجه وحاجه، لكن الشاشه مش اكبر حاجه، ولكن انا شايف ان هي كحجم يعني مناسبه جدا. ما هو انا في النهايه يعني مش هتفرج فيها على نتفليكس. ومش بس الشاشه الاماميه، لا، يعني احنا عندنا شاشتين دلوقتي لغايه دلوقتي، شاشه اللي هي الاماميه وشاشه قدام الدركسيون. عندنا شاشه كمان لو حد راكب جنب السائق، بضغطه زرار بتفتح الشاشه وتعرض الانفورميشنز اللي موجوده على الجهاز. والشاشه كمان تاتش، تقدر تشغل عليها اي حاجه سواء فيديو او اي حاجه لتسليه الراكب. ولكن انا بصراحه انا هشعر بالغيره يعني لما يكون الراكب قاعد بيتفرج على افلام وانا قاعد سايق العربيه، لان انا عندي ما يشغلش طول ما انا سايق. خلصنا من قدام، تعالى نرجع ورا ونشوف في ايه ورا. العربيه من ورا واسعه، تقدر تحط رجلك وتفردها، وتقدر ترجع الكرسي لاكتر من وضعيه. ده طبيعي في عربيه من الفئه دي، لان هي تعتبر عربيه لاكشري في النهايه. عندنا هنا وحده تحكم كامله في التكييف. مش بس كده، عندنا تبريد الكرسي وتسخينه، سواء في البرد نسخنه او في الحر النار اللي احنا فيه ده هيطلع هواء ساقع من الكراسي فيسقع الراكب عشان يبقى مبسوط ومستقنيص. عندنا كمان فيشه، مش عارف افتحها بس ان شاء الله هتفتح. عندنا فيشه كامله علشان لو عندك اي شاحن او حاجه توصله على الفيشه دي ويشتغل. بس ده ما يخليكش تنسى ان كمان هنا في شواحن 2 تايب سي و2 تايب اي العادي، يعني تقدر تشحن. العربيه من ورا ما فيهاش وايرلس تشارجر، بس من قدام فيها. معانا شنطه كبيره وواسعه لان في صف خلفي ثالث. الصف الخلفي الثالث لو طبقته فيها مساحه كبيره، ولو فتحتها هتلاقي حوالي 1067 لتر. بتقل طبعا المساحه دي لو نزلت الكراسي بتاعت الصف الثالث، بس لو رفعتها وسفلتها ونزلت كمان الكراسي بتاعت الصف الثاني وفردت كل ده، فانت تقدر تشيل دولاب بيتكم مستريح. في المجمل الجيب جراند شروكي الجديده عامله شغل عالي قوي، فيها رفاهيه وتكنولوجيا ومساحه، وفي نفس الوقت محافظه على شخصيتها القويه الجميله، شخصيه جيب. نكمل بقى بالراحه كده ونوصل لتجربه القياده. اول ما تركب الجيب جراند شروكي وتمشي بيها، اول حاجه هتحس بيها هي الراحه والعزل الممتاز. انت مش حاسس باي حاجه بره. الحقيقه العربيه دي معموله علشان تبقى مريحه قوي في المشي اليومي، مش عربيه طف وناشفه علشان تمشي في الصحراء. لا، هي بتمشي في الصحراء، بس معموله كمان علشان تحسسك بالراحه لو انت بتمشي مشي عادي، وده واضح جدا من اول لحظه. العفشه ناعمه، بتمتص المطبات بشكل محترم، وبالذات لو ركزنا ان الفئه اللي معانا فيها نظام تعليق هوائي اللي هو الاير سسبنشن. تقدر ترفع وتنزل العربيه حسب ظروف الطريق، وده بيدي راحه اكتر وثبات اكتر على الطرق الاسفلتيه او على الطرق الوعره والرمليه. نظام التوجيه الدركسيون خفيف وسلس على السرعات البسيطه، وسهل قوي في الركن والمناوره، لكن بيشد شويه ويدي احساس اكتر بالتحكم لما تبقى ماشي على سرعات عاليه، وده شيء ممتاز وامن تماما في عربيه بالحجم ده. اما عن الاداء فالموتور الفي 6 ممتاز والتسارع بتاعه هايل. هو مش صاروخ، يعني هي مش عربيه رياضيه ولا تربو، بس عظيم في فئته وكفايه قوي للسواقه اليوميه والمشي على الطرق السريعه والتجاوز براحه وسلاسه. ولو دوست بنزين جامد هيطلع الوحش اللي جواه. الفتيس 8 سرعات شغال حلو جدا، سلس ولطيف. التغيير بين السرعات بيحصل من غير اي خضه او تاخير ولا احساس بصوت النقلات. النقلات مظبوطه على الشعره، وعندك وضعيات قياده مختلفه من خلال زرار في الكونسول تقدر تختار منها. سبورت لو عايز استجابه اسرع، وسنو وساند ماد لو دخل على طريق رملي او مزحلق. يعني نظام الدفع الرباعي هنا ذكي جدا، ولو خدت العربيه على طريق اوف رود هتحس انها فعلا جيب من اللي انت تعرفه. يعني مش بس شكل، لكن فيها قدرات حقيقيه على الطرق الصعبه. فالعربيه فيها نظام تحكم في النزول من المنحدرات، ونظام توزيع عزم متطور، وارتفاع العربيه زي ما قلنا بيتظبط اوتوماتيك، لكن انت تقدر تظبطه كمان بزرار في داخل العربيه. طبعا زي اي عربيه جديده فيها كل انظمه الامان اللي ممكن تتخيلها. فرامل طوارئ اوتوماتيك، تحذير من
ضامن التصادم الامامي، نظام المحافظه على المسار، تنبيه من النقط العاميه، رادار للمسافه مع العربيه اللي قدامك، وكمان مثبت سرعه ذكي بيقف ويمشي لوحده، وكاميرات 360 درجه حوالين العربيه. ده كمان في كاميرات مراقبه للي قاعدين جوه العربيه، يعني انت لو عندك طفل قاعد ورا انت تقدر تشوفه في الشاشه القدامانيه وتطمن عليه. كل موديلات الجراند شروكي بتيجي بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات، وده بتنتجه شركه اسمها زد اف المانيه. هي استهلاك البنزين في اللي معانا دي حوالي 12.4 لتر لكل 100 كيلو، وده جوه المدينه، وحوالي 9.4 لتر لكل 100 كيلو على الطريق السريع. بتمون بنزين عادي 92، او في الخليج اللي بيقولوا عليه السبيشال وده بيكون 95. التانك بتاعها بياخد حوالي 87 لتر، يعني ممكن تمشيك حوالي 700 كيلو في التفويله، وده نظريا طبعا، لكن انا معايا مشيت حوالي 550 كيلو في التفويله، وكان فاضل يمشيها 100 كيلو كمان يعني. بس كل دول طرق اسفلت وسالكه، مش في الرمله ولا المكسر ولا الزحمه اللي بقعد فيها ساعتين مثلا. الشركه ما قالتش بالظبط التسارع من 0 ل100 كام، بس اقدر اقول لك انه في حدود 8 ثواني. سرعتها القصوى حوالي 210 كيلو في الساعه، وقدره السحب بتاعتها بتوصل لحوالي 2 طن و800 كيلو، ووزن العربيه نفسها حوالي 2 طن تقريبا. يعني العربيه دي تقيله، بس هي مش الاتقل في فئتها بالمناسبه. زي ما قلت لك العربيه دي اتغيرت بالكامل في الثلاث سنين اللي فاتوا. صراحه التصميم بتاعها باين عليه قوي انه جيب من اول نظره، وانا لسه شايفه من احلى التصميمات في فئه الاس يو في. شكلها شيك وفي نفس الوقت وقور وراسي، وهتفضل شكلها حلو لسنين قدام، مش موضه وهتتغير وهتزهق من شكلها. الفتيس 8 سرعات زي ما قلت، بس هو في حاجه غريبه جدا، او مش حاجه غريبه، هي بصراحه هي بقت ترند اساسا في كل حته. انا نفسي افهم الدراع بتاع الجير بتاع الفتيس مضايقهم في ايه؟ يعني انا البكره دي بصراحه تقدر تقول عليها دقه قديمه. انا بحب الدراع ده اللي هو اللي بتحركه عشان يجيب غيرات، لكن البكره اللي بتتلف دي يعني مش عارف، مش مقتنع بيها، ولكن هي عمليه ونازله في عربيات كتير جدا، تقدر تقول عليه هو ده الترند الجديد يعني حاليا في الاسواق. تعال نفتح الكبوت كده ونفتكر قلب الوحش ده فيه ايه. الموتور زي ما اتعودنا في الجراند شروكي اللي قبل كده، جيب لسه بتقدم كذا اختيار في الموتور، بس اللي معانا النهارده دي الموتور الاساسي اللي هو الفي 6 6 سلندر عادي مش تيربو. زي ما انت شايف المنظر تحت الكبوت مش مبهر قوي يعني، عادي يعني موتور، هنعمل ايه؟ بس خد بالك من حاجه مهمه، الموتور راكب بالطول، وده علشان العربيه دي دفع خلفي اصلا. ده شاسيه يوني بادي، نفس القاعده مع الفا روميو ستيلفيو، والقاعده دي اسمها جورجيو. الموتور 6 سلندر اللي هو في 6 كامتين، وبيستخدم نظام تغيير تزامن فتح الصمامات، بس ما فيهوش حقن مباشر للبنزين. بيطلع حوالي 293 حصان، وعزم حوالي 353 نيوتن في المتر، حاجه وحش يعني. لو عايز عزم اقوى كمان ممكن تاخد الموتور التربو ال4 سلندر مع النسخه الهجين اللي اسمها اكس اي 4، مش عارف، مش متاكد موجوده هنا في الامارات ولا لا، ودي بتطلع حوالي 375 حصان. زمان كانوا بيقدموا مواتير ديزل وفي 8، بس دول ما بقوش موجودين خلاص. وعلى فكره بالمناسبه جيب عندها موتور اسمه هاريكين، ده 6 سلندر ب2 تربو اللي هو توين تربو، بس ده لسه ما نزلش في الجراند شروكي اصلا. العربيه اللي معانا لونها ابيض وجايه بفوانيس ليد كامله، بس من النوع اللي فيه عاكس مش عدسه، عندك نور عالي ونور واطي واشارات ال اي دي، برضه كله ال اي دي. الشبكه اللي قدام فيها ال7 فتحات المشهوره بتاعت جيب، ولونها فضي بيلمع علشان دي فئه السومت ريزيرف، وممكن تختار باقه تانية اللي هي بتيجي كل حاجه كروم لونها اسود. عندك تحت كده كشافات شبوره ال اي دي، وفي فتحات تهويه حقيقيه علشان تبرد الموتور، وكمان الرادار بتاع مثبت السرعه الذكي، وحساسات ركن، وكاميرات في كل حته في العربيه، كل ده موجود. ولو بصيت على جنب العربيه هتلاحظ ان تصميم جراند شروكي بقى اطول واعرض شويه من الجيل اللي فات، بالذات مع قاعده العجلات الجديده دي اللي بتدي مساحه اكبر للركاب جوه. العربيه دي قاعده العجلات بتاعتها حوالي 2 متر و96 سم، وده باين قوي على المساحه اللي ورا. العربيه اللي معانا جايب جنوط مقاس 21 بوصه بتصميم خماسي مزدوج، شكلهم شيك الحقيقه جدا، وماشي مع شكل الفئه العاليه دي. وكمان الكاوتش هنا من نوع اول سيزون اللي هو يمشي في كل الاجواء يعني. عندك حته كروم كده شكلها شيك بصراحه، تاتش لطيف حوالين الازاز، وفي كمان نفس التاتش ده بلون فضي حوالين السقف، وفي فتحه سقف بانوراما كبيره بتفتح لورا علشان تخلي شكلك مميز وتحسسك بوسع. تعالوا بقى نرجع لورا. الجزء الخلفي من العربيه فيه فوانيس ال اي دي كامله، تصميمها رفيع وبسيط، وفي لمسه عصريه كده، بس مش اللي هو الاشكال الفضائيه بتاعت اليومين دول، لا، شكل كلاسيكي وقور جميل. طبعا عندك حساس ركن لورا، وكاميرا للرؤيه الخلفيه، والشنطه بتفتح كهرباء. اظن الحاجات دي مش محتاجه كلام يعني، العربيه فيها كل حاجه.
فاضل ان احنا نقول ان الجيب جراند شروكي بتبدأ اسعارها من 220 ألف درهم في الامارات، يعني حوالي 60 ألف دولار تقريبا. والموديل اللي معانا اللي هو السومت ريزيرف بحوالي 285 ألف درهم اماراتي، يعني في حدود 77 ألف دولار. هي عربية مش رخيصة، بس هي عربية جامدة وجديدة وفيها كل حاجة تتمناها. بمنتهى الامانة انا مش من عشاق السيارات الامريكية، بس حقيقي معجب جدا بالعربية دي. عربية تتبسط وانت جواها، ممكن مش اعظم حاجة في كل حاجة، لكنها الوجبة الكاملة اللي فيها كل الفيتامينات المطلوبة. العربية جيب، مش جيب الماركة، ولكن لاننا اصلا بنقول على كل عربية اوف رود جيب من كتر حب المصريين في الجيب. فلو بتدور على اس يو في متوسطة الحجم، فخمة، مريحة، متعددة الاستخدامات، الجيب جراند شروكي بتقدم توليفة ممتازة بين الفخامة والعملية. بتكمل التوليفة دي بشخصية جيب المعروفة بالقوة والتحمل، بس باسلوب شيك وراقي.